لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزا خوش حالم لواني 1279 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهي وادانم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. برخوش يسمى كلواني رابدوش كما إلى خزمة دوات بيروز دابوين كرب العالمين لدواء ويكواباسي لدرتوني يوسف كر عليه الصلاة والسلام لسزنكي وتمكين دامزراني لسروي زبي يتربوشي ويخوي قول باداشت داي ولا لدنيا لقيامتيش بقشتي دفن لبو أو لبو غيري أبيش أواني صفتي إيمان وتقوى أنت دابي أزر باداشتي آخرت بالتأكيد باشترى لو أزر باداشتي كلا دنيا ديان دريتوا أواني كوا هم إيمان دارن هم متقين واتا كبابن فرمان كان زي بزيدا كان خويان لقد غكرا وكان دا باريزن سعدي دلي كاتك وأخوي قول سبحانه وتعالى دفرمين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهروها لا آتي باستدوج دفرمي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اتدفن لمجموعي أو سيئات فيه أن الإحسان في عبادة الله كواتا أويلي وردجيري إحسان تاككاري لعبادة كدني خواي قورة سبحانه وتعالى كبريتي أن لو تعريف بها صلى الله عليه وسلم لإحسان لعبادة خواي قورة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كواتا إحسان لعبادة كردني الله تعالى وهو إحسان تساك كردن لبو بندكان سبب ينال به العلم. إتلو إحسان سببك هو كارك ويكوا علمي نافعت ببخشره وتنال به خيرات الدنيا والآخرة ولا نتيجة خير كانوا خوشيكاني دنيا وآخرتي بيد بخشره. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. إحسان تساكاري هم لعبادته هم لتساكر لنقل خلشي هو كارن لابو بدا سينان أو مرتبة برزانة علمي نافع وهو خيرات دنيا وآخرة. وهو هذا فرمي كاتك الله تعالى دفن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. دفن فيه أن الله واسع الجود والكرم. أولي وردجيري الله تعالى جود كرم السخاوة زور فراوانا يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة. خوي قول دبخشي ببندكاني بسخاوة لخير الدنيا وآخرة وأن خير الآخرة له سببان. أويكوا خير خوشيكاني آخرتي بيبدزدي دو هوكاري هي الإيمان والتقوى. إيمان هنان تقوى كردن وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها. وهروها أو خوشياني آخرة كواب إيمان وبالتقوى بدزدي زور تساكترة لباداشت الدنيا وملكي دنيا. وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله. يستبندا هاني نفسي خوي بداتا وايل يبكى شوقي هبي ببروج بي لو بدا سيناني ثواب باداشتي الله تعالى ولا يدعها تحزن إذا رأت من أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها. كواتا كاتك واديتي
لە دنیادا خوای گەورە خۆشیەکانی دنیا و لەذاتی دنیای بەغەیری ئەو بەخشیە و ئەویش توانا و دەسەڵاتی بەسەر ئەو خۆشیاندانیە با نەبیتە مای خەفەتباربوونی بەل یوسەلیها بثەواب الله الأخروی بەڵکو دڵنەوایی خۆی بکە وەیکەوە پاداشتی ئاخرەت باشترە و فەضلی خوای گەورە لە ئاخرەت زۆر لەوەی باشترە لەو خۆشیانەی دنیا وەکو خوای گەورە دەفەرمێ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ئەجر و پاداشتی ئاخرەت لەلایەن الله تعالی و لە بۆ ئیماندارانی متقی زۆر باشترە لە خۆشیەکانی دنیا. قەساب دەڵێ وكذلك لو آتي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء إتر حتى ولا نضيع أجر المحسنين إشارة إلى أن نيل الدنيا إذا لم يشغل عن الآخرة غير مذموم. خۆشیەکان و باونی نیعمەتەکانی دنیا ئەگەر مەشغولت نەکە و بێ ئاگاد نەکا لە ئاخرەت غەیر مەذموم بڕاستی ذەمی ناکرێ و گلەیی لێ ناکرێ ويكون المعطى به مرحوما غير مسخوط عليه. ئەگەر ئەو نیعمەتانی دنیا کە خوای گەورە پێ بە کەسێکی بەخشیە ئەگەر بێت و ئەو کەسە بەهۆیەوە بێ ئاگا نەبی لە ئاخرەت لەو حاڵەتەی ئەو خۆشیانە ذەم ناکرێ و هەروەها ئەو کەسەش مەرحومە خوای گەورە بە ڕەحمەت پێی بەخشیە نەک بە سەخەت و بە غەزەب. وإنه وإن كان كذلك إنزا أجر واجبو برحمة بو فأجر الآخرة خير أو ذلك لوش أو يكل آخرة ساوروا عندك زور باشترة لبرو لدواي دفنوي ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أبي السعود ضلي للذين آمنوا وكانوا يتقون دفن تنبيها على أن المراد بالإحسان إنما هو الإيمان والثبات على التقوى. كواتا لا آت بيشو تلك فرموي وكذلك نجزي المحسنين محسن چينا أوانا نكوا إيمانيان هيو ثبات خوراقريان هي لسر تقوى وبيداويستيكاني تقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون. كواتا دفرمي آمنوا بصيغي ماضي ويتقون بصيغي بابل مضارع كوادلال لسر ويدك هم لا رابردو هم لا حاضر لا داهاتوش بردوام ثبات يعني هي لسر تقوى. ابن عاشور دلي والتعبير في جانب التقوى بصيغة المضارعة كاتك واخوي سبحانه وتعالى لوصف أوان دادا فرمي الذين آمنوا بصيغة ماضي وكانوا يتقون بصيغة مضارع لأن التقوى متجددة بتجدد أسباب الأمر والنهي واختلاف الأعمال والأزمان. والتقوى براستي لن يبون ودا هر كاتك فرمانك دي زيب زيدك تقوى بي زيادك قد غكراوك دي تبيش خويل دور دخاته والتقوى بي زيادك وأهلها بهمو أو كارو كردوانا كوا خوي قر فرمان بي كرديا إتر أو تقوى بردوام لن يبون ودا. إنزال لدواي أو دفرمي وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. إتر يوسف عليه الصلاة والسلام لدواي أو كوا أو كاروباري في راس بيردرك ولا مصر وكوبلي بو وزيري خزاني مصر يأخذ وزيري ماليي مصر إتر لضمن أواني كوادين لاي أو لضمن أواني كوادين لاي أو تشينا براكاني خويدين. أي وجاء إخوة يوسف إلى مصر لما أصابهم القحط كاتك لا لاي أوانيش واتا لا كان عندا دجيان كاتك لويندرش وشك صالي رويدا إتر براكاني يوسف عليه الصلاة والسلام أوانش هاتنا مصر تاوكوا ليأتوا بالطعام لأهليهم أوانش هاتنا تاوكوا خواردنيشيان بدسكوي لبو عائلة كانيان فدخلوا على يوسف إتر كاتك دياني واشتيق بدز بينن حتما دبي بسنا لا يوسف كوا وزيري مالية خزاني مصر لبردستي أوا إترتسون لا يوسف فعرفهم حين رآهم
هەر کاتێک کە چوونە ژوورێ هەر لەو لەحزەی کە چوونە ژوورێ ئەو کە تەماشای کردن ئەوانی ناسیەوە وهم لا يعرفونه وهم له منكرون کەواتە ئەوان نایناسنەوە کودیان ناستەوە عرفهم يوسف عليه السلام لأنه فارقهم رجالا لەبەرەوەی یوسف دەیان ناستەوە کاتێکەوە یوسف لەوان جیابەوە ئەوان هەر گەورە بوون وهم لم يعرفوا بەڵام ئەوان کە ئەوی ناناستنەوە لأنهم فارقوه صبيا لەبەرەوەی یوسف کاتێک لە ئەوان جیابەوە عليه الصلاة والسلام هێشتا منداڵێک بوو ئێستا گەورە بووە ئیتر گۆڕانکاری بەسەرەوی هاتیە زیاتر نەک بەسەر ئەوان کەەوە هەر بە گەورەی بەجێهێشتینە وهو الآن رجل عليه أبهة الملك ورونق الرئاسة وعنده الخدم والحشم ئیتر کە ئەوان یوسفیان لە یوسف جیابووینەوە یوسف ئەو کاتە منداڵ بووە ئێستا گەورە بووە و نەک هەر گەورەش بووە بە عمر بەڵکو ئێستا پۆشاچ پادشایانی لەبەرە و هەروەها خەدەم و حەشەم و حیمایەی هەیە ولعدم خطوره ببالهم لطول العهد هەر بە خەیاڵیاندا نەدەهات کەوە یوسف عليه الصلاة والسلام بگاتە ئەو پلەپایە بە تەسەووری ئەوان فەوتای یوسف لە کاتێکدا یوسف عليه الصلاة والسلام لەو مەکانەتە و بەو شێوەیە کە خوای گەورە سبحانه وتعالى بۆی تەقدیر کردی وقيل لتوهمهم أنه هلك هەندێک لە مفەسرین دەڵێن لەبەرەوەی ئەوان وا گومانیان دەبر کەوە ئەسڵەن یوسف لەناو چووە وقيل كانوا بعيدا منه فلم يعرفوه هەندێک دەڵێن لەبەرەوەی ئەوان زۆر لێ نزیک نەبوونەوە لێیان ناس وقيل غير ذلك ئیتر شتی دیکەش گوترایە بە هەر حاڵ یوسف ئەوانی ناسیەوە بەڵام ئەوان یوسفیان نەناسیەوە عليه الصلاة والسلام بقاعی دەڵێ کاتێک کە دەفەرمێ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه کاتێکەوە براکانی هاتن و چوونە ژوورێ لە یوسف في إشارة إلى أنه كان يباشر الأمور بنفسه کەوت هەرچەندە ئەو دەسەڵاتدار بوو بەرپرسی خەزێنەی مەسر بوو ئەو جا لەگەڵ ئەوەش بەخۆی ڕاستەوخۆ کارەکان ڕادەپەڕان كما هو فعل الكفاة الحزمة لا يثق فيه بغيره کەواتە ڕاستە بەرپرسیار بوو مەسئول بوو خەزێنەی مەسر لەبەردەستی بوو دەکرا چەندین موظف لەبەردەستی بن کە ئەوان ئیستەقبال خەڵکی بکەن بەڵام بەخۆی کارە سەرچیەکانی دەکرد کە ئەوەش یەکە لە نیشانەکانی ئەو بەرپرسانی کەەوە زۆر با بڵێن مەزبوطن چالاکن لە ئیشوکارەکانیان کەوا فعلا بەخۆی ڕاستەوخۆ کارەکان ڕادەپەڕێنی أبي السعود وابن عاشور دەڵێن ووقع الإخبار عنهم بالجملة الإسمية خواهي قولوا بجملة اسم باسوان دكا وهم له منكرون يوسف عليه الصلاة والسلام فعرفهم بفعل خواهي قولوا باسكر بلام بجملة اسمي باسوان دكا وهم له منكرون أو أنيان دناسي كأوش لبو دلالة على أن عدم معرفتهم به أمر ثابت متمكن منهم كواتا بجملة اسمي دلالة لسد ثبوت أو صفتان دا وتواوتي أوان نايناسا وأن إنكارهم له كان أمرا مستمرا في حالتي المحضر والمغيب كواتا هم كاتيك للاويبون هم كاتيك أويان بزيهش هر نان ناسي ونان ناسي وكان الإخبار عن معرفته إياهم بالجملة كواتا بتواوتي أوان نان ناسي وكو حالته شي بردوام نك لو لحظين ناسنو دوابي ناسنو نان ناسي ونان ناسي وتوا وكاتكوا بجملة فعلي باز ليوسف ذكا فعرفهم المفيدة التجدد كجملة فعليش نذكر نويت ذا للدلالة على أن معرفته إياهم حصلت بحدثان رؤيته إياهم دون توسم وتأمل كواتا أوج بلغير سركا يوسف هر كديتياني يكسر ناسياني ببي بير كرنوا ببي أوي كوا كميقلي رابي ميني وبير بكاتوا أنا شيء دبي أمن جارك ديتيانم بيان ناس منا هر كديتياني دمو دس ناسياني بلام أوانش وهم له منكرون لبر أو أسباباني كوا باس مانكر إتر لير دكونا قفتكو لقال يكتري ومعاملة لقال يكتري ذا كان كاتين أوان لبو تجارة وكل آت كان دوات ريدي كببشتواني خواهي قول لواني داهاتو دينا خزمت أو آتانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الله. الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون